لسلامتكم. يحكيوا على أكلة من الأكلات العاصمية المشهورة واللي الناس حبتها وشاعت شهرتها بين العباد. أكلة يقولوا لي واحد من القضاة الكبار متاع الجزائر العاصمة استقبل مجلس البايليك متاع الإيالة، والقاضي حب يبهرهم وطلب من بناته باش يعملوا له سفرة يشهدوا له بها. البنات قاموا طيبوا اللحم والحمص كما المرقة البشية، وواحدة منهم نابها قالت له معليش ما نكثنوش الحيمات في السمن والبيض والدقيق ونقليوهم ونحطوهم في كل تبسي قطعة بقطعة. استحسنوا الحكاية وبقاو يكفنوا فيهم. الفطور حضر وتلمت العيان متاع البايليك في المجلس وحطوا لهم كل واحد التبسي متاعو. العيان بقاو باهتين في عزومة القاضي، سكتوا وحتى واحد لا قدم ولا عرف كيفاش يبدا. القاضي تبسم وبقى يغزر لهم وقام البيلرباي وعزم وقال يا سي القاضي العزومة عزومة المقام العالي اما ما فهمناش فاش ناكلوا. القاضي زاد تبسم وقال لهم واحنا ما نخيبوكمش ان شاء الله، قدركم عالي وما نوكلوكمش الطعام والزرارع، هذا تزدام والكل من خيركم. قال له كيفاش؟ سر الفلوس حطهم لنا في التباسي؟ قال له لا، هذوكم تزدامات قاضي الجزائر معمرين باللحم وان شاء الله يعجبوكم. وكلاو الجماعه وعجبهم الطعام، وكل واحد وتزدامه، فما اللي تزدامه معبي بالسوارد وفما اللي تزدامه معبي وفي التبسي مخبي. بخاطركم.